وجودي هنا لعرض وجهات نظري كمشجع زملكاوي شديد التعصب لنادي الزمالك، ولكن يعني اعتقد ان انا ممكن يكون عندي مهارات خاصة في التعامل مع الآخرين وإن أنا مفيش حد يعرف يعصبني أو يضايقني. بالعكس، أنا ممكن أخدك وأنت متعصب، أهديك، أخليك حبيبي. ده مهم جدا. تعالوا نشوف موضوع النهاردة بيقول ايه. يلا بينا. عقوبات السوبر. تصدق سلخت قبل ما اذبح؟ اشترك في القناه وفعل زر الجرس. ممكن جدا جدا اعمل لايك، ممكن جدا الفيديو، وجهه نظر في الكومنتات، ممكن جدا جدا، ونخش في الموضوع على طول. اللي عجبني حاجه واحده بجد، اللي عجبني حاجه واحده، الراجل اللي هو بيأشر على العقوبه. او عارف انت، هو اهلاوي اول لما ايه ده الزمالك هاتولي الزمالك ده حبيبي، ده هاتولي يلا 100,000 جنيه غرامه للسباب الجامعي على نادي الزمالك. اخوان 2000 50,000 جنيه خلاص يلا اطبعهولي نزلهولي يا كابتن. استنى يا كابتن استنى. كان فيها كابتن النادي الاهلي، معلش يا كابتن عايزين نضيف عقوبات والنبي معلش يا كابتن معلش. طب يلا زي بعضه عشان بس العدل، بس عشان الشفافيه بس يا كابتن والله. بس هو احنا لو علينا مش عايزين نعاقب النادي الاهلي خالص، والنادي الاهلي بقى بيشتكي جماهير الزمالك. ليه يا حبيبي بتشتكي؟ ليه يا ضنايا؟ ليه يا كبدي بتشتكي؟ هنتكلم في الفيديو. عدلوا العقوبات. الزمالك 100,000 جنيه للسباب الجماعي، 50,000 جنيه على اخوان ألفينا عشان في ناس ما سلمش عليها، والراجل طلع وضح الموضوع، والراجل مؤدب والراجل محترم والراجل متربي. اخوان ألفينا بزيرة لاعب نادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي عدلوا العقوبه في وقتها. احنا اسفين ما خدناش بالنا ان النادي الاهلي من العقوبات. حطوا 100,000 جنيه للسباب الجماعي و50,000 جنيه على زيزو عشان ما سلمش على نائب رئيس نادي الزمالك. الموضوع وما فيه حلوه العقوبات، حلو، في عدل في العقوبات بصراحه، رغم انهم يعني سلخت قبل ما اذبح، يعني فاهم، نزلوها بعد كده عدلوها، مش مشكله هصدق ان هي بالصدفه، مش مشكله. ولكن النادي الاهلي تفاجأنا ان النادي الاهلي نزل بيان بيطلب معاقبه الجماهير اللي اساءت لزيزو. ايه ايه انا عايزك تقول لي وجهه نظرك في الكومنتات في الموضوع. الزمالك كان عنده لاعب قعد 15 سنه بيتشتم بامه. عارف ساعتها كانت العقوبه كام بجد؟ غرامه كام؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه على النادي الاهلي بسبب سباب جماهيره لشيكابالا نجم الزمالك، لسب ام شيكابالا. بسبب سب ام شيكابالا 20,000 جنيه بس. عمر النادي الاهلي جماهيره اتوقفت ماتش ولا ربع ماتش؟ محدش يقدر. النهارده النادي الاهلي اعترف ان بقى زيزو اصل بيتشتم. حقي، عايزين حق زيزو، حق يا ابو حق. واحد اهلاوي اللي خلاص شيكابالا اعتزل بقى، خلاص بقى هنبدا صفحه جديده بقى. صفحه جديده دي عارف دي عند مين؟ الصفحه الجديده دي عارف عند مين؟ خلاص احنا مسحنا بشيكابالا الارض 15 سنه، تمام؟ خلاص بقى احنا بقى ايه عشان زيزو وامام، احنا دلوقتي المبادئ دلوقتي موجوده، والحلال والحرام موجود دلوقتي. اصل لعيبتنا حرام، تشتم شيكابالا حلال، تشتم امام عاشور وهو بالزمالك حلال، تشتم امام عاشور وهو لاعب في النادي الاهلي حرام. تخوض في عرض شيكابالا الاعراض حلال، تخوض في عرض زيزو وتقول هدى يا هدى حرام. هي دي مشكلة الأهلاوية، المبدأ مفيش، المبدأ منعدم، المبدأ رايح في 60 داهية.
اما النادي الاهلي المبجل المبادئ اللي عندهم مبادئ واخلاق، عمري في حياتي الناس تعمل اشتراك في قناه وتدفع زر جرس، عمري في حياتي شفت النادي الاهلي بيقول لجماهيره كخ. عيب. النادي الاهلي يخاطب جماهيره لعدم سب او قذف اي لاعب من الفريق الاخر زي يعني شيكابالا يعني عمر النادي الاهلي ما فتح بقه. طبعا الزمالك بقى غلبان، نادي غلبان، شيكابالا يتشتم ماتش 2 3 4 5 6 مصر امارات ما اعرفش فين قطر، بنلعب في اي حته اهلي وزمالك فيها سب شيكابالا عادي جدا، محدش يقدر. عمر الاهلي ما جماهيره اتوقفت ربع ماتش. النهارده عايز حقك، حق يا ابو حق، 100,000 جنيه سباب. هو ده اللي عندنا، هو ده، ما احنا ماشيين طول عمرنا كده. هو زيزو يعني يعني بيمتاز عن شيكابالا عادي، ده بني ادم وده بني ادم. كابتن شوبير في فيديو كده حاجه بسيطه جدا 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 بيقول لك لما رمضان صبحي راح بيراميدز كان بيقول له حط قطن في ودنك عشان الجماهير. هنعمل ايه؟ الجماهير حققت اللي هي عايزاه. كابتن شوبير، مين الكابتن شوبير؟ هو رمز من رموز الاعلام الرياضي في مصر ونجم سابق للنادي الاهلي ورمز من رموز النادي الاهلي. فاعتقد يعني العقوبات حلوه لذيذه، اتاخروا عدلوها مش مشكله عشان تعرف تركز. ولكن النادي الاهلي حط الشكوى في الدرج، لان الجماهير بنعاقبها ان احنا بنغرم النادي بتاعهم. ولا انت عايز مثلا يا بيبو ان احنا مثلا نعاقب الجماهير نحبسها مثلا او نعدمها؟ ايه رايك؟ عشان زيزو يبقى مبسوط على الكل زي ما شيكابالا زمان، زيزو دلوقتي الدنيا هي اللي دواره. زي ما حرام طبعا نشتم، بس حرام نشتم زيزو، شيكابالا، امام عاشور، عبد الله، رمضان صبحي، شريف اكرامي، احمد فتحي، كله حرام. مش ده ربع وده نص، وده حرام كله وده حرام ربعه، وده حرام هنا. امام عاشور في الزمالك كان بيتشتم بالام، مش حد يقدر يفتح بقه. هذا ما لدي في الفيديو. اشتراك مهم جدا جدا في القناه، فعل زر الجرس مهم جدا جدا، ولايك مهم جدا جدا الفيديو، فولو او متابعه. يعني قولوا وجهه النظر في الكومنتات، اشتراك في القناه اللي هي فولو. شكرا، سلام.